to me, I be work, 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 work. 3 طرق للف السكارف على الرأس. هاي بنات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم سارة من قناة لايف از سارة. اسفة كتير لاني طولت عليكم عم ما انزل فيديو، بس انا بديت امتحانات الشهر الثاني ويجونا هيك عاجبة فجأة، يعني ما بعرف كيف اجوا هيك فجأة وامتحانين ورا بعض، وكل الامتحانات الصعبة كانت يعني ورا بعض هيك، يعني عربي رياضيات علوم دين هيك شيء كان يعطونا مثلا، وامتحان جغرافيا والوطنية مع بعض بنفس اليوم، يعني نفس الوقت لازم ننحنهم، فيعني كانت عجبة. اوكي، مشان هيك انا دائما حاطه دراستي اول شيء، يعني بفضلها عن كل شيء، يعني بوقف اليوتيوب ولا اني اضيع دراسي او اثر على معدلي، فمشان هيك يعني الحمد لله، ويعني تقريبا لحد الان كل اللي وراء استلمتهم 20 الحمد لله الحمد لله. انا لولا دراستي انا ما بقدر اطلع فكره حلوه وافرجيكم يعني فيديوهات حلوه على قناتي، مشان هيك دائما دراستي اول وبعدين بحضر اشياء ثانيه. اكيد معظمكم انتبه على الشكل اللي هون اللي انا عم تبرزها، كل الناس اللي بكون احكي معهم لما بكون لافه هاي اللفه بصير يحكوا لي انه ساره كيف عملتيها، انه يا حبيبتي او هيك شيء، يعني انتبهوا عليها. فمشان هيك حبيت اليوم افرجيكم كمان هاي الطريقه بلفه السكارف، كمان طرق ثانيه تتعرفوا عليها قبل الفيديو. قبل ما تكملوا وقفوا الفيديو واضغطوا على زر السبسكرايب زي اللي حتطلع لكم هون على الشاشه. فيلا ما بدي اطول عليكم، فيلا نبلش. طبعا قبل كل شيء لازم تكوني مختاره السكارف اللي بدك تلبسيه على لبستك. انا هذا اللي جايبيته من باغفوا، ما بعرف انتم بتختاروا اللي بدكم اياه. طبعا مو شرط يكون سكارف، ممكن يكون حجاب. هلا هو بيكون مفرود، انت بتطعجيه بتخليه زي كانه يكون حبل زي ما شايفه، وبعدين بدك تحطيه على رقبتك يعني من فوق. حيكونوا اول شيء متساويات، بعدين انت حتبدي تقصري الجهه اللي بترتاحي لها. انا برتاح لليمين تكون طويله واليسار تكون قصيره، فاليسار اللي كانت قصيرة بحطها تقريبا على سوا بلوزتي، يعني نهاية بلوزتي بالضبط بحطها هناك. بعدين بضل معاكي هاي الطويلة كتير، فانت اللي لازم تسويه انك حتطعجيها من اولها، يعني من اولها حتبدأ تطعجي بالشكل الموضح بالفيديو، وحتبدأ تطعجي لحد ما توصلي لعند رقبتك تقريبا، يعني لهون، وهيك بتكوني حصلتي عليها. هلا انت ماسكيتها بايدك اليمين، امسكيها بايدك اليسار اريح لك عشان تقدري تتحكمي بايدك اليمين بهاي الثانية. فهلا انا فرجيتكم اياها من كل يعني الجهات كيف تكوني ماسكيتها. هلا زي ما شايفه انت بتطلعيها من تحت لفوق، بتدخليها بالفتحه اللي طلعت عندك زي ما شايفين، وهيك بتشدي، بعدين بتزبطي اللي تحت وبتزبطي الجناب هيك وهيك، وحتطلع معاكي احلى شكله. بتمنى تكون عجبتكم، اعملوا لايك اذا حبيتوها. والطريقة رقم 2 أسهل بكتير من الطريقة رقم 1، لأنه بس اللي عليك تسوي إنك حتتعجيها تعمليها زي الحبل، بعدين شايفة حتمسكي من راس حتخلي زي نازل من هون ومن هون يكونوا متساويين، بعدين حتحطي إيدك بدل ما إنك تمسكي بأصابعك وحتمسكيها من نهايتها مع بعض، حصير زي كأن عندك حلقة. أوكي، حتحطيها على رقبتك، بعدين من الفتحة هاي اللي انت مطلعة ايدك منها حتمسكي الخيط اللي مسكتيه هلا وحتدخليه جوا، وبس خلصت. كتير سهلة صح؟ هلا هاي الطريقة أول شي لازم تعملي زي هاي اللفة، أتوقع كل الناس بتعرف كيف تعمل هاي اللفة. بعدين حتاخدي الجناب وحتصيري تدخليهم وتطلعيهم تدخليهم وتطلعيهم من كل جنب من كل جنب لحد ما توصلي على نتيجة بدك إياها. بتقدر تخلي النازل يعني أكتر، يعني إنك ما تلفي كتير، بتقدر تلفي بس واحدة، ممكن تلفي من ورا لقدام مش من قدام لورا، رح تطلع معكي كتير حلوة. هذا هو فيديو اليوم، أول مرة بعمل هيك فيديوهات موضة، كنت زمان أعملهم بس شطبتهم، يعني زمان بطلت أنزل الفيديوهات، فهي أول مرة بعمل فيديو بخص بالموضة بالستايل هيك إشي. إذا حبيتوا هاي الفيديوهات لا تنسوا تعملوا لايك، خلونا نوصل هذا الفيديو ل 600 لايك، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.